السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وبالصحة متمتعين. ازيكم؟ وحشتوني، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا رب كده يكون ايه الحلويات بتاعتنا. بصي كده. يعني ايوه حلو، من غير تعب، من غير مجهود، من غير اي لبن، يعني زبادي، بيض، ما بصي شوية مية شوية دقيق، هتعملي الحلو ده في 5 دقايق، في غمضة عين هتعمليها. لو عندِك ضيوف هتقدّمي لهم كده وأنتِ راسِك مرفوعة إن شاء الله على طول. طول ما أنتِ برضه بتعمليها يا ستي الكل بإيدِك، هتطلع أحلى حلويات من إيدِك، اقتصادية، سهلة، بسيطة، تعمليها وأنتِ يعني إيه، قاعدة كده ونِفْسِك كده تحلّي ومش عايزة تصرفي ومش معاكِ فلوس، تعالي نعمل الحلو السهل البسيط ده اللي هو إيه، بيكون يعني إيه، في كل بيت وموجود في كل بيت. وبرضه في إمكانياتِك هُم كوباية دقيق، شوية مَيّة، تعملي الحلو ده، بس كده، ولا في أي افتكاسات ولا في أي مثلًا إيه، يعني حاجة إضافة ضفناها غير كوباية المَيّة، شوية الدقيق اللي معانا، ذرة ملح ودمتم وخلصنا. طلعنا طبق حلو كده فاخر من الآخر. بس يا ريت يا ريت يا ريت فضلا وليس أمرا لكل حبايبي لكل مشاهديني، يا ريت تدوسوا لي لايك واشتراك في القناة، وكومنتاتكم بتفرحني، وربنا يخليكم ويدومكم نعمة في حياتي يا رب العالمين. كده الأول نسمي ونصلي على الرسول وتعالوا نشوف أول بداياتنا ومكوناتنا. معانا كده حلة هنحط فيها كوباية سكر، معانا كوباية مية، كوباية مية على كوباية سكر. ولو عايزاها مش حلو خالص، خلاص ضيفي كوباية ونص مية على كوباية سكر، عصرة ليمونة بس، يعني ايه، بعد الغليان مفيش 5 دقايق وتطفي عليها، وادي الحلو بتاعنا خلص. وكده خلصنا، يعني بصي سهل بسيط، مش هياخد معاكي 5 دقايق على النار ده، وهيكون ايه شرباتك جاهز وتركنيه على جنب لحد ما يبرد. تعالي معايا كده نشوفه. معانا بولة تاني هنحط فيها ايه، هنحط فيها كوبايتين من الدقيق، كنا نخلينهم مرة واتنين وتلاتة علشان نتفادى أي تكتلات، وبرضو علشان يكون مخبوزاتنا أو معجناتنا هشة وطرية كده، وبتبقى معاكي سهلة وبسيطة إن شاء الله. حطينا كوبايتين الدقيق، خليكي معايا وما تسرحيش مني. شوية فانيليا عندك ضيفيهم، ما عندكيش بلاش منهم يا ست الكل، برضو مش هيأثر معانا، بس هي بتديها نكهة كده. ويعني ايه، بتبقى ريحة المعجنات طول ما فيها فانيليا بتديك ريحة حلوة كده، روايح حلوة فيها. طيب ورشة الملح ما بين صوابعنا. وبعد كده هنجيب كيس شيف كيك، بصي كده في معلقة، يعني هو مش اكتر من كده، يعني يعتبر تقريبا معلقة صغيرة من الشاي، بس ما فيش اكتر من كده. وبرضه لو مش عايزه تعمليها بالبيكنج باودر، برضه ممكن تستغنى عنها وتتنفخ وهتبقى زي العسل وزي الفل برضه. ده بس هي دي ايه، كلها اضافات موجوده عندي، يعني هي معلقه الشيف كيك دي او معلقه البيكنج باودر، معلقه صغيره من الشاي برضه، لو يعني ما فيش خلاص ما فيش مشاكل. وبعد كده هنحط ايه، هنضيف عليهم ميه، بس ميه من الحنفيه، سهله وبسيطه، لا تخمير ولا يعني ايه ولا اي حاجه تاني، بس. ومعلقتين النشا دول علشان برضو يديك الحلويات مقرمشة معاكي، عندك في البيت، عندك ما عندكش تستغني عنهم برضو. يعني بصي اي اضافة عندنا ممكن مش عنديكي، هم شوية المية على شوية الدقيق وشوية الملح. ولو ما عندكش البيكنج باودر او النشا، ضيفي معلقتين زيت فوق العجينة بس، وهتصدقيني هتطلع معاكي حلوة برضو منتفخة. ولو عايزة برضو اعملها معاكي بدقيق ومية وزيت بس، ان شاء الله هعملها وهنزلها لكم برضو. بصي ما حطيناش لبن ولا اي اضافه، وميه من الحنفيه. اعجنيها كده واديها عجن كده، بس هي صراحه بتحب العجن شويه، يعني مجرد ما هتعجنيها ولا هتخمريها ولا هتصبري عليها ولا هتريحيها ولا اي حاجه من الكلام ده كله، هي ميه وعجنه على طول كده. بس اعجنيها كده ايه، بتحبي كده ايه العجينه دي بتكون مخدومه شويه، بتكون ملسه. ويا ريت تخليها وسط، لا هي تخينة ولا هي ايه خفيفة، يعني تخلي العجينة بتاعتها وسط علشان تطلع معاكي كده ايه، منفوخة وهشة وحلوة. وكل ما بتقعد ما يا ريت بعد ما تحمريها وتخلصيها، حطيها في الهواء ما تغطيهاش علشان هي هتنشف وهتتقرمش معاكي طول ما فيها نشا. اما لو غطيتيها وهي سخنة، فايه بتبقى معاكي ايه طرية وتحسي طعمها برضو مش حلو. انت تسيبيها مكشوفة طول ما انت عجنتيها، سيبيها كده ايه في الهوا شوية، وخليها ايه بعد ما تنشف وبحطيها في التلاجة بتاعتك، هتبقى تحفة وهتبقى عسل. كده انا العجينة بتاعتي مش عارفة اعجن فيها، هنزلها على سطح العمل بتاعي وهعجن فيها.
أما أنتِ عايزة تكمّلي في البولة كمّلي في البولة براحتك زي ما أنتِ تحبّي وزي ما أنتِ ترتاحي يا سِت الكل. هنعجن فيها عجنة حلوة كده هنضيف لها مَيّة شوية، شوية، يعني يا دوب تبلّي إيدِك كده وتعجنيها. طيب ما يعني كده هنعجن فيها شوية، هي الوقت كلّه ممكن هتاخد معانا في العجن، يعني العجن يعتبر تقريبًا كلّه على بعضه ما مكمّلش 10 دقايق، و5 دقايق بتاع الشربات كده ربع ساعة، أظن كده أنا هاحسب لِك بالدقيقة وصدّقيني، صدّقيني مش هتكمّل معاكِ نُص ساعة، وبرضه وأنتِ بتشكّليها لإن تشكيلها سهل وبسيط خالص، خالص. بعد ما هنعجنها وندّيها عجنة حلوة كده هنسيبها ترتاح. غطّيها كده بكيس تلاجة، بأي غطا عندِك، غطّيها زي ما تحبّي، أهم حاجة ما تنشفش وشّها ويبقى ناشف. أنا مش عايزاه ناشفة، أنا عايزاها بعد العجينة وبعد التريح بتاعها سيبيها كده وغطّيها بكيس. أنا غطّيتها بكيس تلاجة وسِبتها ترتاح لمدة ما فيش دقيقتين، يعني 5 دقايق بالكتير خالص. وبعد كده ابتديت أشكّل فيها، كده خلصت معايا العجينة زي ما أنتم شايفين. العجينة بتاخد وتدّي كده طالما هي بُصّي ما بتلصقش بإيدِك وعلى سطح العمل بتاعِك ما بتطلع معاكِ على طول، خلاص كده هي اتعجنت واتخدمت معاكِ كويس. بعد ما هنعجنها ونخدمها كويس، بعد كده هنروح هنغطّيها. برضه في مكون تاني هنضيفها لها بس مش دلوقتي، تابعي معايا لآخر الفيديو وأنتِ هتعرفي برضه إيه المكون اللي هنضيفه تاني، وبرضه لو مش عندِك ممكن تستغني عنه. يعني بُصّي أي حاجة متاحة معاكِ. كده وإحنا بنبتدي كده في الخبيز بتاعنا أو في المعجنات أو في حلو أو في حادق، لازم نذكر ربنا كتير ونصلي على النبي ونستغفر ربنا كتير علشان ربنا يبارك لنا في أي حاجة نعملها إن شاء الله. سيبناها ترتاح، تعالي معايا رشينا شوية نشا. شايفين النشا؟ ما عندكيش نشا ممكن شوية دقيق صغيرين خالص، بس النشا عندي في المكون ده أولًا بيساعد إن العجينة نفسها ما تشربش مثلًا دقيق تاني، وبعد كده بتساعدني وأنا باحمّرها أو أنا باقليها في الزيت. أولًا الزيت بيكون نضيف لآخر واحدة، وبعد كده برضه ما بيشربش زيت كتير، يعني العجين بتاعنا شوية الزيت اللي أنتِ هتحطيهم في الطاسة هيقعدوا معاكِ لآخر واحدة. علشان كده النشا هو العامل الرئيسي برضه في الفرد بتاعنا، لإن النشا زي ما قُلت لِك ما بيخلّيش العجينة تشرب زيت، ما بيتحرقش في النار أو مثلًا على الزيت وهو سخن، ما بيتحرقش صراحة، بيكون حلو خالص، خالص في كل حاجة. طيب فردناها كده زي ما أنتم شايفين فردناها، هارِش لها شوية نشا وبعد كده هتطبّقيها. التطبيقة دي هي سر التوريجة بتاعتها، زي ما أنتم شايفين كده يعني طبّقناها وسِبناها دقيقتين كده ترتاح، وبعد كده فردتها زي ما أنتم شايفين. هافردها، 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 وبعد كده أنا مسرّعة الفيديو علشان ما أطوّلش على حضراتكم، وبعد كده بسكين، بقطّاعة، بالزب، أي حاجة قطّعيها الشكل العشوائي اللي أنتِ تحبّيه، يعني زي ما أنتِ عايزة قطّعي دواير، مثلثات، مربعات، اللي أنتِ عايزاه. بعد ما تشكليها تعالي معايا على طاسة كده على النار ونحط فيها شوية الزيت. بعد ما حطينا فيها شوية الزيت حمرنا الحلو بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. انا جبته لكم في النص بس بعد كده تعالي شوفيني كده وانا بحمره هيجب معاكي وهيتنفخ. كده كان الشكل بتاعه النهائي، بس انا برضو قلت برضو شوفوه وهو برضو بيجب معايا في الطاسة بتاعتنا اهو. حطيناه في الطاسة، بصي كده يعني الزيت كان يدوب سخن بسرعة هتتنفخ معاكي وتجب معاكي، فتخلي ايد معاكي في التحمير وايد بسرعة تقلبيه وتحطيه في الشربات والسيرب بتاعك. اما بعد ما تخلصيه ممكن تروحي تضيفي عليه شوية جوز هند، شوية مثلا فورماسيل اللي انت عايزاها سادة كده خلاص. انا بوريكي بس ان هي اتنفخت وجبت، مش محتاجة مثلا أي إضافة تاني. شايفين اتنفخت لوحديها من غير ما أحط عليها زيت ولا أي حاجة. وبعد كده خلي ايدك سريعة برضو فيها لانها مش بتاخد نار كتير، بسرعة طالما الزيت سخن بتتحمر بسرعة وهي خفيفة وهشة
زي ما انتوا شايفين، وبس كده، وشوية الشربات ونحطها على طبق التقديم. وكده خلص الحلو بتاعنا في أقل من تلت ساعة والله تقريبا، بس كنا خلصنا. يا رب كده الفيديو يكون عجبكم، ويا ريت يكون نال إعجابكم، وما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناة، وكومنتاتكم مهمة. ويا رب كده دايما معايا ودايما منوريني. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.